يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في حقائق في العالم ده العقل ما بيقدرش يستوعبها، وأسرار كان مستحيل عقلك يصدق إنها موجودة. النهاردة هنعدي حدود المنطق. هنبدأ بلغز البنت الخشب اللي بطنها هتخليك تشك في عينك، ومنها لطقوس تطهير الروح بالنار في الهند. ومش بس كده، هكشف لك سر الصوت اللي بيخرج منك وإزاي الفيزياء بتقدر تحوله لخطوط بتتحرك قدامك. وهندخل مدارس غريبة بتعلم فنون المشي المستحيلة. ركز في كل دقيقة، لأن الحقيقة النهاردة أغرب بكتير من الخيال. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب الاحتفالات اللي موجودة في العالم، وبتحصل في مناطق معينة زي تنزانيا وكينيا. والمناطق دي يا سيدي بيعملوا فيها احتفالات جماعية. والأغرب من كده هي الرقصة اللي انت شايفها قدامك، وكأن رجليهم فيها سوستة. والمعلومة هنا إن الرقصة دي اسمها أدومو، ودي رقصة تقليدية مشهورة جدا عند قبائل المصاي. الشباب هناك بيقفزوا بشكل عمودي وجسمهم مفرود تماما، كنوع من استعراض القوة والرشاقة والتحمل. وكل ما المحارب ينط أعلى، كل ما مكانته وهبته تزيد وسط القبيلة. سيبك من العروض دي وتعال نشوف أغرب معجزة في جسم الإنسان. تعال بقى أوريك النهاردة إيه اللي بيحصل في الهند وإزاي بيخرجوا الشياطين. في الهند يا سيدي عندهم طقوس وعندهم عادات بتقول إن السبب الأول والأخير في اللي بيحصل للإنسان هو الشيطان. واللي هيصدمك بجد إن الطقوس دي بتسمى اكسورسيزم، وبيعملوها عشان يطردوا أي طاقة سلبية أو أرواح شريرة معتقدين إنها مسيطرة على الشخص. واللي هيجننك أكتر إن العلم بيفسر الحالات دي على إنها اضطرابات نفسية زي السايكوزس، يعني العقل هو اللي بيخلق الحالة دي عشان يهرب من ضغط نفسي فوق طاقته، والموضوع ملوش علاقة بالعالم الآخر زي ما هم فاكرين. سيبك بقى من الشياطين وتعال نشوف أغرب عقاب بيحصل للحرامية. تعال بقى أوريك أغرب حاجة في الهند، عشان اللي هتشوفه دلوقتي بره حدود المنطق. لو حد هناك عمل خطية وعايز يكفر عنها، بيعملوا فيه طقس غريب اسمه المحاكمة بالنار. بيربطوه على سرير ويدهنوا جسمه بالزيت، والأغرب بقى إنهم بيمشوا قطع من الحديد وتكون سخنة على جسمه عشان يمسحوا الخطايا دي. والموضوع ده بيحصل في قرى معينة، والسر إن الحديد بيسخن لدرجة حرارة بتعدي 700 درجة مئوية. والغريب إن الشخص اللي بيطبق عليه الطقس ده بيعتبر صموده هو دليل براءته قدام الناس كلها. سيبك بقى من وجع النار وتعال نشوف سحر الصوت قدام عينك. تعال بقى أوريك النهاردة إزاي الصوت بيتحرك، وهل بيمشي في خطوط مستقيمة ولا بينتشر حواليك. معانا تجربة حية هتوريك المسار بالظبط. الشخص ده عمل جهاز كله حساسات. أول ما بيخرج الصوت، الحساسات بتنور وترسم لك السكة اللي مشي فيها. والعملية دي بتعتمد على تقنية الساوند فيجواليزيشن اللي بتحول الموجات لنبضات ضوئية فورية. المذهل إن الصوت فعلا بيمشي في خط مستقيم، بس بينعكس أول ما يخبط في أي حاجة، وده السر اللي بيخليك تسمع الصدى في الأماكن الواسعة. سيبك من سحر الصوت وتعال نشوف أغرب مدرسة في اليابان. تعال بقى أوريك أغرب مدرسة ممكن تشوفها في حياتك، موجودة في اليابان ومتخصصة في تعليم مشي الكعب العالي. أيوة زي ما سمعت كده، الستات هناك بيروحوا يدفعوا مبالغ كبيرة عشان يتعلموا ازاي يمشوا بوقار وثقة من غير ما رجليهم تتعبهم أو يقعوا. والموضوع مش مجرد موضة، ده فن وله أصول وقواعد محددة جدا. والفكرة ان المدرسة دي تابعة لمنظمة الJHA، وهدفها الأساسي هو حماية العمود الفقري من الإصابات اللي بيسببها المشي الغلط بالكعب. والموضوع بيوصل لتدريبات جامدة لمدة شهور عشان في الآخر ياخدوا شهادة معتمدة إنهم محترفين. سيبك بقى من كل ده وتعالى أوريك حاجة تانية خالص مش هتصدق إنها موجودة. تعال بقى أوريك الروبوت اللي هيغير شكل التجميل في العالم كله. اللي انت شايفه ده مش مجرد مكنة، ده أحدث جهاز لتركيب الرموش. وبكل بساطة بالطريقة اللي انت شايفها قدامك هتنام على الجهاز وهو هيشتغل معاك وهيركب الشعر وكأنه بيخيط حتة قماش. والمعلومة هنا إن الجهاز ده من إنتاج شركة ناشئة اسمها لوم، ودي أول شركة في العالم قدرت تدمج بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرؤية الحاسوبية. يعني الروبوت ده عنده عيون إلكترونية بتحدد مكان كل رمش بالملي، وبيركب الرموش في وقت قياسي وبدقة مستحيل الإيد البشرية توصل لها، وده اللي بيخليه مستقبل عمليات التجميل في العالم. وبس يا سيدي، دي كانت جولة سريعة في أغرب حاجات بيشوفها العالم حوالينا، منها اللي بيخوف ومنها اللي يبهرك بكل تفاصيله. وقبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تقولي في التعليقات ايه اكتر مقطع صدمك النهاردة. وطبعا لو عجبك النوع ده من الفيديوهات لايك وشير عشان اللي جاي اغرب بكتير. وفي النهاية حابب اقول لكل اخواتي صياما مقبولا وافطارا شهيا ورمضان كريم عليكم وعلى حبايبكم دايما. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.